تعال اعرفك على واحد من اعظم مصممي الازياء في العالم، وهو كريستيان ديور، اللي غير شكل الموضة في العالم وخلى الازياء تبقى فن. كريستيان ديور بدأ مشواره في باريس وقدم مجموعة من الازياء اسمها ذا نيو لوك سنة 1947، والمجموعة دي عملت ثورة كبيرة في عالم الموضة لانها كانت مختلفة عن اي حاجة اتعملت قبل كده. كانت بتتميز بالوسط الضيق والجيب الواسعة، واهم تصميماته كان الفستان اللي احنا عرفناه بفستان بار، وده من اشهر الفساتين اللي قدمها ديور وساعد في شهرته عالميا. واحلى حاجة في تصميمات ديور انها كانت دايما بتدمج ما بين الاناقة والانوثة، فكل قطعة من تصميماته عبارة عن تحفة فنية سواء كان بدلة او فستان سهرة. كريستيان ديور كان دايما مميز باختيار الاقمشة والالوان، وكان بيختار الاقمشة بعناية دقيقة، وكانت الالوان بتعكس الانوثة والجمال. باختصار كريستيان ديور مش مجرد مصمم ازياء، لا ده بقى من اساطير الموضة.